Moin alle Guten, heute wird ich auf Anken Audio 3 bis 7. Merci für den Lauschen, ich wünsche iedereen erfüllig. مرحبا للجميع. اليوم بدي أبدأ من الأوديو 3 إلى الأوديو 7. شكرا للاستماع وأتمنى النجاح للجميع. Laustet, راح أبدأ من هون. Laustet, wat de Leute wat here eerste Zeit zu Lützeburg zoen, sind here also positiv, negativ oder die 2, schreibt die 2 oder 3, stiche weiter, 4 einfach so beginnen, vergleicht mit ihrem Nopa. Laustet استمع. wat de Leute wat here eerste Zeit zu Lützeburg zoen, wat اجت بأول الجملة، تمام، يلي هي ظرف ممكن تجي ماذا، ذات، ذل، ذي، دات، أب، ماذا. دلايت زوين الناس يقولون، الناس هو الفاعل، يقولون هو الفعل. هذا القوس تجي تكملة الجملة ضمنه. إيفات إيشت زايد زولت سويش إنه وقتهم الأول أو زيارتهم الأولى للوكسمبورغ. زين هيك زين هيك أوسو بوزيتيف. هل كانت نيجاتيف تصريحاتهم أو تعليقاتهم إيجابية ولا سلبية؟ أو الاثنين سوا. شغايف تسوي أو تغي شتش فايدا فيادا العناوين الرئيسية، إنه اكتب 2 أو 3 من الكلمات الرئيسية، العناوين المفتاحية، الكلمات المفتاحية، العناوين الهيدلاين. يعني في غير أنفق زو بقرنن لتبرير إجابتك في جلاش متقارن نوبة قارنة بإجابة جيرانك. Ich sind ob der letzte wo ich komme, weil am Inland Grieche war, mir hai honisch mich am Anfang auch gar nicht wohl gefühlt. Ich habe die Leute nicht verstanden. Ich war ziemlich allein an, es war immer so geil. Ich sind komm, لقد أتيت ob letzte إلى لوكسمبورغ. Ich sind ob letzte komm, weil لأن var لأنه weil من لاند غريش فار، لأن بلدي بالحرب كان. مي هاي هونش مش أم أوفانك أخ، لكنني هنا مي هاي هونش مش لكنني أنا أم أوفانك في البداية أخ جوانت على الإطلاق، أيضا على الإطلاق فول جيفلت لم أشعر بالراحة. جيفلت يشعر، فول بمعنى مؤكد أو بالحقيقة. هلا نشوف ترجمتها، بس هون جاي بالنص معناتها بالراحة. إيش هون دلايت يعني المعنى بقلب الشاعر، لأنه هون فول جيفلت فول هي ترجمتها ما بمعنى إنه بالراحة. هون كلمة الراحة كلها معنى مذكورة. إيش هون دلايت نت فشتانن لم أفهم الناس. إيش فاغ زملش أنا كنت تقريبا وحيدا الآن أن اتفاغ إما زوجالة هاي، وكان دائما الطقس بارد هنا. أوسون كومنت تعليق. Stichwörter. الكلمات المفتاحية هي دينج العناوين الرئيسية. begründ. تبرير. vergleichen. يقارن. Griecher. الحرب. Ugefilt. يشعر. أوفلن
اوكي فيلت. الكلمة اللي جاي فويل. فويل فويل. probably محتمل فويل. certainly مؤكد. زيش فويل feeling جملة مركبة. to feel comfortable to be at ease لتشعر بالراحة. زيش فويل feeling. زيش فويل feeling. فويل فويل. زيش فويل زيلن لتشعر بالراحة. معناتها هون مش فويل كيفلت. هونش مش ايش هون مش فويل جيفلت. هذا اصل الجملة. ايش هون مش فويل جيفلت. لقد شعرت بالراحة. هاي اللغة اللوكسمبورغية. ايش هون مش فويل جيفلت. شعرت بأنني جيدا. ايش هون مش فويل جيفلت. تمام. المقطع الثاني أوديو 4. Ich sind oblitzeboyashkom, weil min vra hai an arbeidstkrit hoet, mi hoet het direct ergens goed gefal, klein me kans, veelzijdig. Ich ho mich auch ganz sehr agelieft, will leid kennengelernt. شوف المفردات. fallen gefall fallen gefall Fallen, gefall, يسقط. vielseitig متعدد الجوانب. متنوع. allieven agelieft يتأقلم. أليفن أجليفت. طيب. Ich bin oblitzeboyashkom. جئت إلى لوكسمبورغ. أتيت إلى لوكسمبورغ لأن فال منفغا زوجتي هاي أن أغبشت هنا بالعمل حصلت على عمل هنا. لأنه حطينا فال، حطينا الفعل الرئيسي مع الفعل المساعد بآخر الجملة. مي هوت ات ديريكت إمانس كود كفال. لقد أحببته على الفور. أو جفال هوت جفال. مي هوت ات ديريكت إمانس كود كفال. مير الفاعل. هوت ات كفال. أحببته أنا. أحببته هو. الهو هي الات، والهو هي راجع للمكان إنه للوكسمبورغ. مي هوت ات أنا مع الفعل المساعد هو للوكسمبورغ. مي هوت ات ديريكت إمانس جوت. مي هوت ات ديريكت إمانس جوت كفال. كلان صغير. مي كانس فيلزايتش متعدد الجوانب متنوع. إيش هو مش أخ كانس زي أجليف. تأقلمت معه بسرعة. فيلي لايت كنكليت. تعرفت على ناس كثيرين. تمام. النص اللي بعده. إيش فولت أم فونك بالأساس. أم فونك. إيش فولت أم فونك أن Deutschland studieren gehen. Mir du grotisch ken steht hier Platz. Ich war immens antauscht. Ich hatte mich auch Obdach ohne Lützweisch gemeldet. Mir ich hole Lützweisch gar nicht gekannt. Ich war aber direkt fasziniert von der Multikulturalität. Hai an Elose nicht froh, dass ich hier bin. طيب المفردات. enttäuschen
enttäuscht, enttäuschen, enttäuscht, يشعر بخيبة الأمل. umellen, ugemeld, umellen, ugemeld, يسجل. faszinieren, fasziniert, faszinieren, fasziniert, يفتن ويؤسر. multikulturell, multikulturell, مولتي كولتورال هون صفة بمعنى ثقافي. أما جاي بالنص مولتي كولو غاليتيات متعدد الثقافات، جاي باسم مولتي كولو غاليتيات. fong, 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 fongen, أو فون basically بالأساس. طيب نرجع للنص. Ich wollte am Anfang an Deutschland studieren gehen. أردت بالأساس ألمانيا للدراسة الذهاب. أردت الذهاب إلى ألمانيا للدراسة. مي دو لكن هناك، مي لكن دو هناك، دو هنا، دو غوت إيش enttäuscht enttäuscht, غوت إيش enttäuscht حصلت على خيبة أمل. غوت إيش كان شتوديا بلاتس عفوا غوت إيش كان شتوديا بلاتس لم أحصل على مكان للدراسة. إيش فعل أمانس enttäuscht حصلت على كنت خائب الأمل كتير. immens enttäuscht. Ich hatte mich auch auf der Uni Lützburg angemeldet. سجلت نفسي أيضا بجامعة لوكسمبورغ. ما إيش هو لوكسمبورغ جوا نت كانت لم أكن أعرف لوكسمبورغ على الإطلاق. Ich war aber direkt fasziniert von der Multikulturalität. هل ديك مولتيكولتورال هي صفة ثقافي مولتيكولتورال. أما مولتيكولتوراليتيات متعدد الثقافات. هون اسم تيات صارت اسم. هاي أنا لو زنش فخو أنا سعيد الآن داس إيش هاي زن بأنني هنا. إيش hatte mich auch auf der Uni أنا سجلت بجامعة لوكسمبورغ. مي إيش هو لسه جوا نت كانت لما كنا عارف إيش war direkt fasziniert. Ich war aber direkt fasziniert. أنا انبهرت von der مولكولاريتيات من التعدد الثقافي هنا. أن إلو زنش فغو وأنا الآن سعيد. das ich هاي زن بأنني هنا. قلنا المفردات. هلا النص اللي بعده إيش زن دي مولز مات من ما ألتغن قبلت سويش كوم. إيش زن direkt an Klaas die Akkoyukum. Ich هو من فغن عن إيطاليا vermisst يفتقد يشتاق. Mir war auch flott. Neue Leute aus der ganzen Welt können sie lernen. Meine Berufe an der Schule waren auch immer ganz hilfsbereit. شوف المفردات في الأول. Demals, في ذلك الوقت. vermissen, vermisst, يشتاق يحن. accueillen, استقبال. نرجع للنص. إيش زين ديموس ما تمنى ألتغن قبل سويش كم. جئت في ذلك الوقت مع والدي إلى لوكسمبورغ. إيش زين direkt أن كلاس دي أكويكم. جئت مباشرة لصف استقبال. إيش هو من فغن عن إيطاليا فمست. اشتقت لرفقاتي أو افتقدت لرفقاتي بإيطاليا. مي لكن اتفاغ أخفلت لكن كان من الجميل. Neue Leute aus der ganzen Welt können sie lernen. Neue Leute aus der ganzen Welt.
كنكليات. نايا لايت أوزخ كانسا فيلت، هذا مبتدأ. نايا لايت ناس جديدي من كل العالم كنن زلياغن، هذا الخبر جملة فعلية، كنن زلياغن معرفتهم. نايا لايت ناس جديدة أوزخ كانسا فيلت من كل أنحاء العالم أو من كل العالم كنن زلياغن، هون الخبر جملة فعلية مثل اللغة العربية. هني بركزوا على لما بدهم يبلشوا كلامهم ببلشوا على الشيء اللي هني مهتمين فيه. يعني ما بيقول والله تعرفت انا على ناس من كل العالم، لا بيقول ناس جديدة من كل العالم تعرفت عليها، لكن ناس جديدة من كل العالم تعرفت عليها. من خوفن كمان هون بلش بالمفعول به، يعني عندك شغل فاغ او عفوا الشيء المهتم فيه، يعني بلش باستاذه، ما قال كان الاستاذ بالمدرسة كتير بيساعدني او كتير مساعد، لا شو قال؟ الاستاذ بالمدرسة كان كتير بيساعدني او كتير متعاون معي. امن بخوفن عندك شو لفاغن اخ اما كان سلفسبخيت. تمام. هلا اوديو رقم 5 رقم 6 لا 4 أتيت وين هاي 4 حكينا للأربعة، هذا إيش فولت شو دايا 5 هلا 6 مزبوط 6 ليش حاطين 4 إيش زين ديمورس مثلا ألتغن أبلتس بويشكم حكينا على هذا 6 آخر واحد صراحة. إيش زين أبلتس بويشكم إيش زين أبلتس بويشكم فالماي من لتس بويش آس عميل دي سدايا هون دي سدايات هون هاي أنفاميزو كرينن إنه بدنا نعمل عيلة هون، يعني قررنا إنه نعمل عيلة هون. زين فاميليا زين فغن هو مش فن وفانك الناس وكنت أبجهل زش أبجهل المستقبل. إيش هو مش هاي دغت وهين جفلت إبال جوان نت نو منا هيمشت فلانت يشتاق يفتقد، وفمسن يشتاق ويفتقد. فلانت فلانت فمسن فمست، اثنيناتهم يشتاق، اثنيناتهم اجوا هون بهاي النص. طيب ديسيديرن يقرر. جرنن gegründet بالنص جاء انه نحصل على عائلة او ننشئ عائلة، نكون عائلة، نوجد عائلة. abholen abholen to record يسجل، to include يتضمن، to take in ليأخذ فيه، to accept ليكون مقبولا as a member ليكون مقبولا كعضو. جاي بالنص انه مباشرة الرفقات والعيلة تقبلوني كفرد من الأسرة، كعضو من الأسرة. Hemischten. موطن. Verlangern. فلانت فمسن فمست يشتاق أو يحن. Vermissen. Vermisst. Verlangert. تمام. طيب ايش زين اوبليتس بويش كوم؟ جئت الى لوكسمبورغ فيل ماي مان فال لان ماي مان ليتس بويش اس لان زوجي لوكسمبورغي امير ديسيديات هون وقررنا امير ديسيديات هون نحن قررنا هن مبني المجهول لازم كومبوزير. هاي هنا انفاميزوك غنم عائلة نوجد او عائلة نكون تكوين أسرة. زين فامي أزين فغن عائلته وأصدقائه هو مش أبجهل تقبلوني
كعضو، تقبلوني كفرد من الأسرة. هو مش أبجهل، هو زش أبجهل، هو دش أبجهل، تقبلوك، تقبلوه، هو دش أبجهل، تقبلوك، هو زش أبجهل، تقبلوه. عائلته أصدقائه هو مش فن أو فانك من البداية اون امانسكوت بشكل جيد استقبلوه. تمام. هون هلا كاتبين استقبلوه بالمترجم، بس انا بتوقع انه قبلوه to accept as a member، تقبلوه قبلوه كفرد من العائله. ايش هو مش هاي direkt du hingefällt، شعرت هون مباشره اني ببيتي ابال جوانت، وتقريبا على الاطلاق نو بعد ذلك مثل دوغنو نو منه هي مش فلانت، وتقريبا على الإطلاق بعد ذلك موطني لم أفتقد أو لم أشتاق، فلانا فلانت. إيش هو مش هاي ديريكت دو هيم، إيش هو مش هاي ديريكت دو هيم، شعرت مباشرة جفلت. إيش هو مش هاي ديريكت دو هيم جفلت، شعرت مباشرة إني بالبيت. إيش هو مش هاي ديريكت دو هيم جفلت، إيش هو مش جفلت شعرته، إيش هو مش هاي direkt du hingefällt، شعرت اني انا ببيتي ابال، وتقريبا ابال جوانت على الاطلاق نو بعد ذلك منه هي مش فلانت، موطني لم افتقد. تمام. اوكي تمام تمام تمام، قلنا على هاي كله تمام. تمام. ميرسي فير نو لاوشترن، شكرا لاستماعكم. مرة كنا عندهم وصفة فبدي أقول لها شكرا لإعطائي من وقتك، فقلت لها ميرسي فير إيش فير إير زايت فير مش زوجن، هيك قلت لها ميرسي فير إير زايت في مش زوجن. خليني أكتبها ميرسي فير إير، هيك بتنكتب إير زايت هي مش زوجين، شكرا لإعطاء الوقت. تمام. بس الحلو بالموضوع انه قالت لي هي عبارة ثانية، قالت لي ميرسي دات دير مش إيغ زايد زوجين. يمكن هيك ضيقة شوي، هي كيف بترجمها؟ شكرا لإعطائي، كيف مكتوب يعني شكرا لإعطائي من وقتك، أو شكرا لإعطائي وقتك. Thank you for giving me your time. بالإنجليزي أسهل. Thank you for giving me your time. Thank you for giving me. Merci d'adire mir seid genhut. هيك. ميرسي شكرا دات مير لأنك دات لأن دير ك لأنك أنت يعني لأنك مير لأنك لي دات مي دات دير مير لأنك لي زايت الوقت جنهت أعطيتني. دات إجت بأول الجملة، فالهوت جنهت تنحط في آخر الجملة. بس أنا وقت قلت لها هيك ببساطة، جيت يعني طلعت بعقلي قلت لها ميرسي فير إخ زايد في مش زوجين، طلعت معي أصلا. فقعدنا قالت لي بالأخير فيك تقول ببساطة ميرسي فير نون لاوشترن، أو إيه ميرسي فير نون لاوشترن، شكرا للاستماع. هذا كل شيء، أتمنى التوفيق للجميع. مع السلامة. شينن داخ أدي